ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهانا عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلو كان رمضان الاثنين مثلا فلا نصوم السبت والأحد، ولو كان رمضان الأحد فلا نصوم الجمعة والسبت، وهكذا، إلا من كان له صوم يصومه من عادة كالذي يصوم يوما ويفطر يوما فيكمل على عادته، كذلك من كان عليه قضاء من رمضان الماضي مثلا نذر كفارة فيجوز أن يصومه ولو في آخر شعبان. نهينا عن صيام يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم 29 من شعبان إذا غربت الشمس يتراءى الناس هلال رمضان، فإذا كان في السماء غيم صار هذا شكا، فنهينا عن صيام اليوم الذي بعده، فإذا ما رأينا هلال رمضان نفطر على أنه 30 شعبان ولا نصوم احتياطا كما يقول بعض الناس. ولذلك قال عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.